ممثلين كتير قوي نعرفهم لكن ما نعرفش شكلهم. منهم اللي بيطلع دور كوميدي، منهم اللي بيطلع دور شرير، منهم اللي بيطلع بدور احسن من الممثل نفسه لكن ما نعرفش اسمه. وده الجزء الرابع فيه ممثلين نعرفهم لكن ما نعرفش اسمه. ملك الجمل. ملك الجمل من مواليد 29 يناير سنة 1929 من بورسعيد، وكانت شغالة في الإذاعة والتلفزيون قبل السينما. والفنانة ملك جمل كانت من أكتر الفنانات اللي بتعرف تمثل أدوار الشر، لكن اللي مش معروف عنها إنها كانت بطلة قصيدة أطلال اللي كتبها الشاعر إبراهيم ناجي، وتجنت بيها كوكب الشرق أم كلثوم سنة 1966، وسافرت فرنسا مع يوسف وهبي واشتغلت معاه كتير من الأعمال، وتوفت يوم 23 ديسمبر سنة 1982 عن عمر 53 سنة. إحسان شريف. اتولد إحسان شريف يوم 15 مايو سنة 1921، واتخرجت من مدرسة حلوان الثانوية واشتغلت في فرقة القومية مع زكي طليمان، وانتقلت بين أكتر من فرقة في ال30 من عمرها، وأدت أدوار صغيرة في السينما المصرية وفي المسارح، واشتهرت جدا بأدوار الشريرة أو الحما الشرير، وأغلبية أفلامها كانت بيطلع فيها أدوار كومبارس. محمد صبيح. فنان محمد صبيح اتولد في يوم 11 نوفمبر سنة 1914. بدأ حياته الفنية وهو عنده 23 سنة، وشارك بفيلم ليلى بنت الصحراء مع الفنان زكي رستم، وانطلق بعدها في الكثير جدا من الأعمال الفنية، ونظرا لملامحه القوية اشتهر بأدوار الشر. أغلب أعماله كان بيطلع فيها دور شرير، ومن أشهرها قائد التتار في فيلم وإسلامان، وفرانكشتاين أو المومياء في فيلم حرام عليك مع إسماعيل ياسين وفتحي قصر، والبدوي في فيلم الرجال فقط، وزعيم العصابة في فيلم شنبه في المصيد، إضافة لمشاركته في المسلسلات الكوميدية، وأبرزها مسلسل ضيوف مزعجين جدا. وتوفى سنة 1980 عن عمر 66 سنة. ماري بابوي. اسمها الحقيقي بهيجة محمد علي، من مواليد 29 يوليو سنة 1917. كانت شغالة في بداية حياتها في سجن النساء، واتجوزت من السجان اللي معاها. بعد كده سابته واشتغلت رقاصة، ازاي معرفش. اشتغلت رقاصة في الأفراح والموالد. بعد كده اشتغلت في السينما بالصدفة أثناء تصوير يوسف وهبي لأحد المشاهد في فيلم المهرج الكبير. طلبت منه إن تمثل معاه في السينما، وساعدها وعمل لها دور كومبارس في فيلم الأفلام بتاعته. بعد كده عمل فرقة مسرحية اسمها رمسيس المسرحية وضمها ليه معاه. وماري باباي تعد من أشهر الكومبارسات السينما المصرية، واشتهرت بدور الفتاة القبيحة اللي بيخاف منها الرجال، وكانت شغالة ازاي رقاصة والله أعلم. وتوفت يوم 5 أكتوبر سنة 1997 عن عمر 80 سنة. محمد شوقي. اسمه الحقيقي محمد إبراهيم، وشهرته محمد شوقي، من مواليد حي بولاق العلم. اتولد في 6 يناير سنة 1915. كان بيحب المسرح والفنانين والسينما من هو لسه صغير، من بعد ما دخل مدرسة السعدية الثانوية، حتى انه كان بيهرب من المدرسة وهو صغير لشارع عماد الدين، حيث الفن والفنانين والمسارح والسينما وكده. اشتغل في أسيوط موظف حكومي قبل ما يشتغل في مجال الفن، وأشهر أعماله كان كلها أدوار كومبارس من أفلام كتير جدا زيها زي سكر هانم، سواق الأتوبيس، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، إسماعيل ياسين في الطيران، دايرة الانتقام، الشوضوع السوداء، وغيرها كتير من الأفلام. وتوفى سنة 1984 عن عمر 69 سنة. أحمد لوكسر. اشتغل في أول حياته في مصلحة المواني والمنائر في الإسكندرية، واتنقل بعدها بمصلحة الطرق والكباري بالقاهرة، والتحق بمعهد التمثيل وحصل على البكالوريوس سنة 1955. ومن أشهر أفلامه سلام يا صاحبي وإسماعيل ياسين في بوليس السير، ويوم من بعمري، بئر الخيانة، وكالة البرح. وتوفى أحمد لوكسور يوم 17 مارس سنة 1993 عن عمر يناهز 73 سنة. وبس كده، هو ده الفيديو بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستنى الفيديو الجاي. سلام عليكم.